كنتمناها ونتمناو المواطنين ديالها يكون في احسن حال واحوال. طبعا هذه الاتفاقيه كاين واحد الاشكال دائما تيوقع لنا في هادشي اللي قلنا باش تقيس الفوارق الاجتماعيه. تتحصل بعض التغييرات اثناء الطريق في المسار، وهذه التغييرات حتى هي تضر العمليه التنمويه وتتساهم في هذا الهدر التنموي اللي تكلمت عليه قبيله في اتفاقيه التمجيد من بعد 6 شهور ولا 7 شهور. اذا هذا الامر ينبغي انتباهه. اذا في هذا الاطار انا عندي مجموعه من الملاحظات. رجعت الاتفاقيه الاولى اللي كان صادق عليها المجلس في ولايته السابقه ديال هذا الشيء ديال محاربه البناء المفكك في العالم القادم، واللي استفدت اقليم تاونات استفاده كبيره وخصنا اليوم نفتخروا بها داخل هذا المجلس. في اطار هذه الاتفاقيه اش تقول الماده 9 ديال البناء المفكك؟ تتقول تتعهد المديريه الاقليميه للتنميه الوطنيه بالبلدان بصرف ما تبقى من الاعتمادات بعد انجاز المشروع ديال البناء المفكك في مشاريع النقل المدرسي والتعليم الاولي. طبعا الاتفاقيه كانت واحد المبلغ معين يمكن اكثر من 10 الى 9 واحد 19 مليون درهم. اكيد بقى واحد الفلوسات بقات واحد المبلغ 6 مليون درهم. وفق الماده 9 ديال الاتفاقيه اللي سبق عليها المجلس وفي اطار استمراريه الاتفاقيه خصنا نخضعوها لهذه الماده 9. اذا هنا المرجو الانتباه، احنا نخرقوا الاتفاقيه الاولى. اليوم جينا قلنا داك الشيء اللي بقى ما نديروش في النقل المدرسي وفي التعليم الاولي، نديروه في بناء مطاعم مدرسيه. اذا هذا تيطرح التساؤل الى اي حد ما نحن بصدده اليوم يخرق مقتضى السابق. اذا في هذا الاطار انا باش بشكل مختصر، طبعا هذا الشيء ديال هذه الجماعات التي تم اختيارها دائما السؤال كنطرح في اعمال اللجان بناء على ماذا اختيرت هذه الجماعات الاربعه؟ مسكوره وفيات الى اخره. صحيح كاين معيار حنا دائما في اطار التعليم تنتكلموا الدرجات الاولويه المتعلقه بمحاربه الهدر الدراسي. انا رجعت دراسه انجزتها الاولويه واللي فيها هذه الجماعات المصنفه فيما يخص نسبه الهدر الدراسي. وللاسف الشديد في هذه بعض الجماعات وجدت جوج لدرجه الاولويه قصوى وتقتضي اننا نستنجد فيها مشاريع بهذا النوع ديال المطاعم الدراسيه، لكن الجماعات الاخرى لا تخضع لهذا المعيار ديال درجه الاولويه اللي ما تقلبوش فيها اللي فيها مرتبطه بنسبه المنقطعين، عدد المنقطعين، نسبه عدد الملتحقين، عدد الملتحقين في صفوف البنات. اذا المؤشرات اللي خضعتها لهذه الاربع الجماعات جوج سون كونفورم وجوج خارج السياق. هنا ما تنشككش في النزاهه الاخوان ديالنا اللي اشتغلوا في اعداد هذا المشروع وفي اختيار هذه الجماعات، ولكن اتساءل قال له اولا توجد؟ قال بلى. قال له اطمئن. شكرا سيدي.